السلام عليكم حبايبي، يا رب تكونوا طيبين ومن ربنا قريبين. نبدأ بالصلاة على الحبيب. النهاردة هنعمل الفطير بالسكر من غير والقشطة من غير أي عجن ولا من غير أي مجهود، يعني حاجة كده هتعملوها حلوة لولادكم بطريقة جميلة جدا. اللي عنده حبة رقاق سواء طري أو ناشف فايض من العيد، أو حتى هتعملي الرقاق في البيت بطريقته سهلة وبسيطة. معايا لبن ومعايا القشطة اللي احنا بنشيلها من اللبن دايما وبنحوشها، ومعايا سكر بودرة. السكر أنا طحناه في البيت، حطيت عليه كيس فانيليا عشان يدينا ريحة حلوة كمان. معايا الرقاق زي ما قلنا الطري اهو، فايض من العيد. يعني ما شاء الله احنا كنا عاملين كمية حلوة. وحطيته في اكياس وبطلع منه حسب ما كل ما نحتاج وصفة ولا كده بنعمل منه. يعني بصي اللبن ده مش مغلي، يعني مش سخن، يعني غلياه وسيبته لما يبرد خالص، ومش مطلعاه من التلاجة. انا غليته وسبته يبرد على الاخر، لان الرقاق طري. لو الرقاق ناشف يمكن يستحمل شوية، انما ده طري مش هينفع تحطي فيه اللبن سخن. وحتى على فكرة لو ناشف برضو مش هياخد اللبن سخن كده، ولكن انا سبته يبرد على الاخر خالص خالص. وحطيت الرقاق في اللبن زي ما شفتوا كده، يعني غطستها في اللبن وطلعتها. اللبن ما فيهوش سكر والقشطه ما فيهاش سكر، ما فيش اي حاجه فيها سكر. انا بس برش رشه خفيفه في النص بعد ما دهنت بالقشطه. كده هنعملها بنفس الطريقه كده. عايز تعمليها مربعه برضو براحتك، ولكن زي ما شايفين كده، شايفين انا الرقاق مش بفرده حتى، يعني زي ما هي كده اهو. وهندهنها برضو، نفردها على الطبق ونفردها ندهنها كلها قشطة. عايزة ما تدهنيش قشطة وما تحطيش سكر مفيش مشكلة، برضو طبقيها وهنعملها بنفس الطريقة. ولما تخلصيها حطي على وشها القشطة وحطي على وشها السكر. بس عايزة اقول لكم القشطة بتديها برضو طعم جميل جدا جدا، وهو في طبيعة الرقاق باللبن بصراحة ريحته بتبقى جميلة جدا، يعني حتى لو انت ما ضفتيش اي اضافات تانية. وبنرش رشه خفيفه كده، يعني بعد ما دهنا بالقشطه بنرش رشه خفيفه سكر. وهنبدا نقلي فيهم. بص، واحنا مش هنكترهم في الطبق على بعض عشان ما يلزقوش في بعض ويلزقوا في الطبق. انا هكمل الباقي بنفس الطريقه، وهعمل جزء من غير اي حاجه خالص، يعني احطه في اللبن واطبقه بنفس التطبيقه كده وبس. حاطه معلقتين سمنه بلدي على النار ومهديه عليهم، ونحط فيهم واحده واحده كده، ما بياخدش وقت خالص. في ثواني بيحمر، يعني تاخدي بالك. ما شاء الله شايفين على طول، وبيبقى مقرمش من بره وطري من جوه، وريحة القشطة بقى ما اقولكوش عاملة ازاي. وصفة سهلة وبسيطة. لو ولادك عايزين حاجة حلوة، انتوا نفسكم راحت لحاجة حلوة هتلاقيه يعجبكم جدا جدا. وطريقة سهلة. وبعد ما تخلصيه خالص عايزة تضيفي عليه هو في الطبق، تحطي له حبة لبن مفيش مشكلة. عايزة تاكليه كده جميل جدا مقرمش من بره وطري من جوه براحتك. هنكمل حبايبي بقية الوصفات كلها. لو في واحدة فيها قطع ما يهمكيش، مش هيحصل اي مشكلة عادي، بتكملي بنفس الطريقة. وبنقلبها كده. انا حطيت معلقتين سمنة بلدي، ما حطيتش غيرهم من ساعة ما بدأت وانا شغالة بيهم، يعني مش بيشرب السمنة وكده، يعني هتضطري كل واحدة تحطي. لا، لو عندك طاسة مش بتلزق ممكن تعملي فيها. ده كده بعد ما خلصنا. وصفة سهلة وبسيطة، ويا رب يكون عجبتكم وجربوها وطعمها جميل جدا. احنا في 2 انا عملتهم من غير اي حاجة خالص من جوه. فبصوا انا هدهنهم قشطة، وفي اللي ما حطيتش فيهم سكر هحط لهم سكر على الوش. يا رب الوصفة تكون عجبتكم حبايبي. جميل جدا، هينفع حاجة حلوة كده، هينفع لو في ضيف جالك على السريع، هينفع لفطار مع كوباية شاي. وصفة سهلة وبسيطة. يا رب تكون عجبتكم حبايبي. ما تنسوش الصلاة على الحبيب، ما تنسوش اللايك، وما تنسوش دعمكم القناة، مش هتكبر إلا بدعمكم. وشكرا لكم، والسلام عليكم.